يوم كامل من الأكل الصحي في رحلتي وأنا بخس. بدأت يومي إن أنا شربت مية وعملت أبسط أنواع الرياضة 10 دقايق وكانت هوم والفطار كان توست لبنة بالزعتر وفلافل في الإير فراير وسلطة حمص، وطبعا عملت قهوة تركي سادة. أخدت مع القهوة نص موزاية مع زبدة فول سوداني ومعلقة صغيرة شوكولاتة دارك. وفي الغدا أخدت أكتر طريقة فراخ بحبها وهي فراخ كنتاكي في الفرن مع رز وسلطة. وبعد الغدا حسيت إن أنا نفسي في حاجة حلوة، عملت التشيز كيك دي 2 بسكوتة من الشوفان. البسكوتة دي بحصة نشويات، حطيت عليها زبادي وعشان اغير طعم الزبادي حطيت رشة قرفة، ونص المانجاية بحصة فاكهة. اخدت نص مانجا بس حطيتها كده طبقات بين الزبادي والبسكوت، وكده بقى عندي تشيز كيك طعمها منعش قوي. هي بالزبادي بس مش مشكلة. اما على العشاء ما اخدتش نشويات خالص، اكتفيت بالنشويات اللي انا اخدتها في الحاجة الحلوة. حسيت بندم شوية ان انا اخدتها بس مش مشكلة. اما على بالليل حسيت ان انا جعانة قوي. هو واحد بس بلجأ له في المواقف دي، هو التفاح، قادر ان هو يشبعني جدا وقت طويل. وكده يومي خلص، استنوني في فلوج جديد.